راجل بلبس ست منقبة بيطلع كل يوم لعشيقته في شقتها وجوزها بيكون في شغل، ينزل من غير ما حد يحس، وفي النهاية العشيقة اتحولت لشيطان رجيم، خططت والعشيق نفذ. حابب تعرف قصة رحمة وضيا؟ خليك معانا في القصة الكاملة. 2019 في محافظة القليوبية وبالتحديد في منطقة شبرا الخيمة، كان ضيا بيحاول يدخل البيت متخفي في شكل ست منقبة علشان يقضي شوية وقت مع حبيبته. الوقت كان حوالي الساعة 5 المغرب. في نفس الوقت كانت رحمة الكوافيرة الشابة بتشتغل في صالونها الصغير اللي بيبقى في نفس العمارة اللي عايشة فيها. رحمة استأذنت من الزباين اللي مالين الصالون علشان تطلع فوق تصحي جوزها الحاج رمضان من النوم عشان يروح شغله زي ما متعود تعمل كل يوم. بعد شوية من طلوعها سمعوا الزباين صوت الصراخ ملا الشارع. رحمة اللي عندها 29 سنة كانت بتصرخ بصوت عالي جدا وهي بتعيط. كل الناس جريت على شقة رحمة وزوجها رمضان، الراجل اللي عنده 57 سنة وبيملك العمارة كلها. لما دخلوا الجيران البيت فهموا ليه رحمة كانت بتصرخ بالطريقة دي. لقيوا جثة رمضان غرقانة بدمها من كل حتة تقريبا. كان واضح ان رمضان اتعرض لعدة طعنات وكان في محاولة لذبح رقبته. الشقة كلها كانت متبهدلة وواضح ان البيت اتعرض للسرقة. رمضان راجل الاعمال الطموح فقد حياته بطريقة بشعة. الجيران اللي شافوا المنظر كانوا في حالة صدمة واتصلوا بالشرطة فورا. الشرطة جت بسرعة لمنطقة شبرا الخيمة الشعبية في القاهرة وبدأت تطوق المكان علشان تبدأ في التحقيقات. من النظرة الأولى على الجثة المحققين لاحظوا إن الضحية كان في شجار مع الجاني وكان بيحاول يدافع عن نفسه بكل قوته، وده كان واضح من أشكال الدم اللي كانت منتشرة في أكتر من مكان في الشقة. لكن في حاجة غريبة لاحظوها المحققين، مفيش أي آثار لاقتحام الأبواب أو الشبابيك. ده يقول إن رمضان كان عارف القاتل كويس وفتح له الباب بنفسه. وكمان المحققين لاحظوا إن في حاجات قيمة وفلوس في الشقة ما اتسرقتش، وده كمان بيقول إن مفيش سرقة حصلت. علشان كده المحققين بدأوا يشكوا إن اللي حصل ده كان مجرد تمويه، وإن الجريمة كانت مخططة بهدف موت أو التخلص من الحاج رمضان وإنهاء حياته. الشكوك زادت لما عرفوا إن رمضان كان راجل أعمال ناجح وكان عنده منافسين ممكن يكونوا عايزين يتخلصوا منه بأي طريقة مهما كانت. يا ترى المحققين على حق في تخميناتهم ولا كان في سبب تاني ورا الموت بالطريقة البشعة اللي واجهها الحاج؟ المحققين بدأوا شغلهم بتحريات مكثفة عن رمضان علشان يعرفوا مين ممكن يستفيد من موته المفاجئ. من التحريات اكتشفوا ان رمضان اصله من محافظة سوهاج في صعيد مصر، لكنه سافر للقاهرة سنة 1979 يدور على رزقه. رمضان كان شاب بسيط وفقير، اتولد ونشأ في عيلة متواضعة في الصعيد، لكنه كان عنده طموح كبير انه يغير حياته ويحقق احلامه. وصل للقاهرة واشتغل في شغلانات كتير لحد ما بدأ يجمع فلوس شوية بشوية. مع الوقت قدر يفتح مشروعه الخاص. تجارة رمضان بدأت لحد ما بقى واحد من أهم وأكبر تجارة الأجهزة المنزلية في منطقة شبرا الخيمة. من كتر نجاحه اشترى قطعة أرض كبيرة في المنطقة وبنى عليها برج سكني ضخم مليان شغل. في الأسفل فتح عدة محلات تجارية وقام بتأجيرها. في الوقت ده رمضان بقى راجل أعمال غني. واحد من المحلات اللي فتحت تحت البرج كان مركز تجميل صغير، صاحبته أرملة بتربي أولادها بعد وفاة جوزها. رمضان بيشوف إن الست دي بتتأخر في دفع الإيجار بشكل مستمر، بس ما كانش بيضغط عليها أو يحاول يطردها لأنه كان عارف ظروفها كويس وعارف إن هي اللي بتصرف على أولادها لوحدها. لكن كان في سبب تاني ورا تساهل رمضان مع الست دي. السبب ده هو إعجابه ببنتها الكبيرة رحمة اللي كانت وقتها بنت جميلة عندها 19 سنة بس، رغم ان رمضان كان عمره 50 سنة لكن ما كانش اتجوز قبل كده لانه كان منشغل في شغله وفي رعاية اسرته في الصعيد، خصوصا اخته الصغيرة اللي كانت من ذوي الهمم. رحمة كانت شابة جميلة وكان واضح ان رمضان كان معجب بيها بشكل كبير، ومع مرور الوقت العلاقة بينهم بدأت تقوى وده خلى كتير من الناس يتكلموا عنهم في المنطقة. فهل كان إعجاب رمضان برحمة هو السبب في التساهل مع والدتها؟ وهل ممكن يكون في علاقة بين ده وبين اللي حصل لرمضان؟ المحققين بدأوا يربطوا الخيوط ويكتشفوا حقائق هزت قلوبهم. واضح ان رمضان لما شاف رحمة البنت الشابة اللي جمالها ساحر قلبه اتحرك بشكل غير متوقع. مشاعر الرغبة في الزواج اشتغلت جواه وبدون تردد قرر يتقدم لخطبتها. لما امها عرفت ان الحاج رمضان بنفسه الراجل الغني عايز يرتبط ببنتهم كانت الفرحة مش سايعاها.
ده بالنسبة لها كان الحل اللي هيخرجهم من الفقر اللي هم عايشين فيه طول عمرهم. لكن الموضوع ما كانش كده بالنسبة لرحمة. هي في البداية رفضت تماما لأنها كانت شايفة إن الفرق في السن بينهم كبير جدا. رمضان كان أكبر منها بحوالي 30 سنة، لكن الأم ضغطت عليها بشكل كبير، أقنعتها إن ده الحل الوحيد للهروب من الفقر والبؤس اللي كانوا عايشين فيه. في الآخر رحمة اضطرت توافق وتتجوز رمضان. بعد الجواز رحمة اكتشفت إن رمضان كان فعلا بيحبها بشكل غير عادي، كان بيدلعها، بيحقق ليها كل اللي بتتمناه. لما طلبت منه يفتح ليها مركز تجميل خاص بيها عمل ده فورا، ادى ليها محل في العمارة اللي كان بيمتلكها وجهزه بأحسن التجهيزات. رغم كل ده المحققين عرفوا من شهادات الجيران وأهل رمضان إن رحمة ما كانتش سعيدة خالص بالجوازة دي. كانت دايما تتكلم عن إنها اتظلمت وإن أهلها غصبوها تتجوز واحد كبير في السن علشان الفلوس. حتى بعد ما خلفت منه 3 أطفال كانت دايما بتطلب الطلاق. حاولت كذا مرة تستعين بأهلها علشان تحقق ده، لكن رمضان كان دايما بيرفض لأنه ما كانش عايز يسيب أولاده ويشوفهم في بيت تاني. المحققين بدأوا يربطوا بين الحاجات دي وبين رد فعل رحمة العنيف بعد وفاتها. البنت كانت بتصرخ وتعيط بشكل هستيري، وده خلى المحققين يشكوا فيها أكتر. قرروا يراقبوها ويفحصوا رسائلها ومكالماتها اللي كانت بينها وبين ناس تانية. المفاجأة كانت لما اكتشفوا إن رحمة كانت على علاقة بشاب اسمه ضياء. كانوا بيتبادلوا رسائل حب، وكان في رسائل تانية مشفرة مش واضحة. لكن أكتر حاجة لفتت نظر المحققين كانت رسالة من ضياء في توقيت وقوع الجريمة بيقول فيها: أتممت المهمة بنجاح. المحققين ما كانش عندهم شكوك كتير بعد الرسالة دي، والواضح إن ضياء هو اللي نفذ الجريمة، واحتمال رحمة كانت شريكة معاه. المحققين ما كانوش متأكدين من الحقيقة، بس لما ظهرت أدلة جديدة وهي الرسائل الغريبة بين رحمة وضياء قرروا ما يضيعوش وقت. راحوا قبضوا على رحمة وضياء ووجهوا ليهم تهمة قتل رمضان. القصة مشيت بشكل غريب. رحمة اعترفت إن هي كانت على علاقة بضياء، لكن نفت تماما إن هي تكون ليها يد في اللي حصل، وقالت للمحققين إن ضياء هو اللي اتصرف لوحده من غير ما يستشير. من الناحية التانية ضياء كان أكتر تعاون مع المحققين، بدأ يحكي تفاصيل الجريمة بحماس وكأنها قصة بيفتخر. حكى إزاي هو ورحمة خططوا للجريمة من البداية للنهاية، من يوم ما بدأ كل شيء لحد اللحظة اللي قرروا فيها ينفذوا خطتهم الشنيعة. القصة بدأت سنة 2015 وقت ما كان ضياء شغال في مخبز قريب من مركز التجميل بتاع رحمة، ولأن عيلة رحمة وعيلة ضياء كانوا بيعرفوا بعض من زمان، وبالأخص إن شقيق رحمة كان صديق ضياء. رحمة بدأت تعتمد على ضياء في حاجات كتير. العلاقة بينها وبينه اتطورت بسرعة، خصوصا لما ضياء عرف إن رحمة مش مرتاحة في حياتها مع الحاج رمضان، وإن هي بتدور على علاقة مع شاب في نفس سنها. ضياء في الوقت ده كان متجوز وعنده ابن وحيد، لكن ظروفه المادية كانت في منتهى السوء. كان كل شوية يغير شغله وما قدرش يستقر في وظيفة لمدة طويلة. شاف في العلاقة دي فرصة للهروب من ظروفه الصعبة، فبدأ يتقرب من رحمة ويغازلها لحد ما كسب حبها وقلبها. العلاقة بينهم اتطورت بسرعة ووصلت لدرجة إن رحمة كانت بتجيب ضياء لبيتها لما يكون الحاج مش موجود. رمضان كان بيتعود يخرج من البيت كل يوم في المساء علشان يتابع شغله وتجارته. كان بيرجع متأخر، وفي الوقت ده ضياء كان بيتسلل للبيت متنكر في زي ست منقبة عشان يقضي الوقت مع عشيقته، واستمر الوضع ده لمدة 4 سنين تقريبا. في الوقت ده ضياء ورحمة كانوا مقتنعين إن هما لازم يتخلصوا من الحاج رمضان بشكل نهائي، بس كانوا عايزين يعملوا ده من غير ما يخسروا أي حاجة من فلوسه. رحمة حاولت تطلب الطلاق من رمضان كذا مرة، لكن كل المحاولات فشلت، ولما ملوا من الفشل ده قرروا ان الحل الوحيد هو انهاء حياة رمضان، وبالفعل بدأوا يخططوا لجريمة محكمة، لكن المحققين كانوا ليهم بالمرصاد. في بداية 2019 رحمة قررت ان هي خلاص هتنفذ خطتها مع ضياء، وفي يوم وقوع الجريمة سابت باب الشقة مفتوح علشان ضياء يدخل من غير ما يلفت انتباه حد. ضياء استغل الفرصة ودخل الشقة في وقت الظهر بالظبط، لما كان الحاج رمضان نايم ومش حاسس بالدنيا. كان لابس لبس منقبة علشان محدش يتعرف عليه. ضياء ما كانش داخل يزور، كان جاي وراسه مليانة شعر. حضر سكين مخصوص للجريمة دي. قرر يبدأ خطته البشعة، قرب من رمضان وحاول ينحر رقبته، لكن فجأة رمضان فاق من النوم وبدأ يدافع عن نفسه بكل قوته.
رمضان كان راجل كبير في السن أيوة، وضياء شاب مليان طاقة وقوة، وكان ماسك السكين في إيده ومستعد يستخدمها من غير رد. بدأ الخناق بين الاتنين. رمضان حاول بكل شدة إنه يدافع عن نفسه، لكن ضياء كان أسرع وأقوى وضربه عدة طعنات واحدة ورا التانية لحد ما فقد رمضان حياته. ورغم إن ضياء اعترف بكل تفاصيل الجريمة، إلا إن رحمة فضلت مصرة على إنها بريئة. كانت بتقول إن ضياء هو اللي نفذ الجريمة من غير ما يكون ليها دخل في الموضوع. لكن المحققين كانوا مجتهدين وقدروا يجمعوا أدلة قوية ضد رحمة. أهم الأدلة دي كانت الرسائل اللي كانت بينها وبين ضياء، اللي وضحت إن هم كانوا مخططين لكل حاجة مع بعضهم من الأول. في النهاية المحكمة شافت إن الأدلة كافية لإدانة رحمة، وحكمت عليها هي وضياء بالإعدام بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. القصة انتهت نهاية مأساوية، وكانت درس للجميع إن الحب المريض والطمع ممكن يوصلوا الناس لنهايات مؤلمة محدش يتخيلها. كمان أنا بقول رأيي في القصة. أولا نخلي بالنا إن فرق السن الكبير بين الراجل والست أو الست والراجل ده بيسبب مشاكل كبيرة جدا في المستقبل، حتى لو ما ظهرتش في البداية بتظهر بعدين، لأن فرق السن دوت بيفرق في كل حاجة، في التفكير وفي النفسية في العقلية، في كل الإمكانيات اللي ممكن الشخص أو رفيق الحياة يعطيها لرفيق حياته. فبالتالي مع مرور الوقت هيلاقي التاني بقى أضعف، فما يقدرش يديله الحاجات اللي هو عاوزها. هنا بيفكر ويلجأ لحاجات كتيرة زي الطلاق، زي ما رحمة طلبت الطلاق من الحاج رمضان، ولكن هو رفض لأنه ما كانش شايف إن في أي سبب مقنع يخليها تتطلق. وهي صراحة طماعة، هي عاوزة تقضي عليه وعاوزة تاخد كل حاجة وتعيش شبابها، حتى ولادها تاخدهم. طبعا الامر كان صعب جدا، فبالتالي وصيه لولي الامر، الاب او الام ما تفرحش ان الراجل جاي ومبسوط بس سنه كبير، فده هيفرق كتير جدا مع بنتك. ولو هي رفضت خلاص انتهى الموضوع. احنا مش بنبرر القضيه، ولكن هم مجرمين وهي طماعه وهي عملت كل شيء غلط. ولكن نحاول بقدر الامكان ان احنا نحافظ على بناتنا، ما ندهمش غير للناس اللي يستاهلوهم ويكونوا سلام صحيا ونفسيا، مش مرضى نفسيين او كبار في السن. ودي نصيحتي ليكم، ويا رب تكونوا بخير وخليكم بخير.